محمد مصطفى، مسؤول بنك الدم مستشفى صحار. النهارده اليوم في حمل تورم في مركز صحي الخضراء، ومركز صحي الخضراء ده أول مرة نيجي المركز. المركز بسم الله ما شاء الله الاستجابة فيه اليوم كانت لغاية وقتنا الساعة 10 الساعة 1 تقريبا. الحمد لله المركز الاستجابة فيه وصلنا لعدد 60 كيس، وان شاء الله مستمرين لسه لحد الساعه 5، فان شاء الله احتمال يبقى نوصل لغايه 150 كيس ان شاء الله اليوم. فدي استجابه عاليه بالنسبه للمركز هنا ان شاء الله، وان شاء الله مستمرين دايما في عمل الخير في مركز الخضراء. وانا شايف ان الاستجابه هي عاليه قوي قوي، وربنا يعني يكرمهم يا رب ويجعلهم دايما في ميزان حسناتهم ان شاء الله. بالنسبه لحمل التبرع بالدم، حمل التبرع بالدم هكلمكم عن الارشادات بالنسبه للتبرع بالدم. اول حاجه المتبرع بيجي بيملى استماره، بعد ما يملى استماره ويقرا الاسئله بنكشف عليه طبيا، وبنكشف عليه نساله شويه اسئله، فلو هو لائق طبيا بيتبرع بالدم، لو مش لائق طبيا بنرشده يعمل ايه بالظبط. التبرع بالدم هو في اجازه، هو عمل انساني شرعي طبي في 3 حاجات، دي يعني 3 حاجات في عمل التبرع ده. اول حاجه الحاجه الطبيه، الحاجه الطبيه ان هو اول حاجه بيقدر نعرف ان جسمه زين ما في مشكله في جسمه. ثاني حاجه ان هو بنشط الدوره الدمويه بتاعته، يعني احنا بنكشف عليه وبنفحص الدم بنشوف ان هو عنده فيروس سي ولا بي ولا ايدز لا قدر الله او زهري، وبنعمل الفصيله وبنعمل الار اتش، فبيطمن على هو كويس. ثاني حاجه ان هنا هو بيتبرع بالدم، ده فايده ليه شخصيا. التبرع بالدم بيفيد الانسان طبيا، بيخلي ينشط الدوره الدمويه بتاعته، ويخلي النخاع بتاعه يطلع كرات دم حمراء جديده وليده اليوم، فده حاجه كويسه ليه. ثاني حاجه الناحيه الانسانيه ان هو بيساعد انسان، ممكن الانسان ده يكون اخوه، ممكن يكون ابوه، ممكن يكون امه، ممكن اخته، فده حاجه كويسه. ثالث حاجه الناحيه الشرعيه، الناحيه الشرعيه ان الله في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه، فده بيعمل عمل واحد فيه كذا حاجه. فالحمد لله التبرع بالدم مفيد وعمل انساني من الدرجه الاولى، وان شاء الله يعني يقدر يعملها كذا مره، كل 3 شهور ممكن يقدر يتبرع بالدم. الدم هو محافظ على نسبه الهيموجلوبين بتاعه، يقدر يتبرع بالدم، ومن سن 18 سنه لغايه 65 سنه يقدر يتبرع بالدم. فان شاء الله يعني اللي يقدر يتبرع بالدم يشرفنا في اي وقت، واحنا جاهزين في بنك دم مستشفى صحار او في اي مكان هو يريدنا فيه يجمع فيه الناس. في هناك فئه من الناس في تخوف عندهم من ناحيه التبرع بالدم، هل هناك كلمه ممكن نوجه لها الفئه من الناس؟ التخوف احنا اولا مبدئيا ان شاء الله ما فيش تخوف نهائي من التبرع بالدم. من الناحيه الطبيه زي ما قلت من شويه ان هو حاجه مفيده جدا للبني ادم. من الناحيه الشرعيه ما فيش في عمل يعني قيم، انما التخوف احنا بنكشف على المتبرع طبيا، عندنا بيجي بيقرا حوالي 35 سؤال بنكشف عليهم. لو عنده اي مشكله طبيه احنا بنقول له يمشي من غير اي شيء، يعني احنا ما بنبرع اي حد وهو عنده مشكله طبيه سواء كانت مزمنه او حاده في الوقت اللي هو موجود فيه. فلازم يطمن اي متبرع قادم من عمليه التبرع بالدم، لازم يطمن ان هو ان شاء الله في ايد امنه، ما يخاف من حاجه، لان هو يعني من الدرجه الاولى ما عندوش اي مشاكل. يعني لو عنده اي مشاكل ما يداريها، لان لو دراها هو بيتعب نفسه وبيتعب غيره. يعني اي واحد عنده مشكله سواء مزمنه او مشكله حاده ما يخش يتبرع بالدم وينكر المشكله دي، لان هو في الاول والاخر هو سؤال، لو واجب عليه بصح بنمشي عليه، لو واجب عليه بلا بنمشي عليه برضه نفس الحمد لله توفيق. احنا اجتمعنا لهذه الحمله، جهزنا لها تجهيز جيد، مشاركه الزملاء هنا في المركز وخارج المركز ما قصروا. بدينا باجتماعات اكثر من اجتماع للجميع عشان يعني ننشر هذا الحمله التبرع بالدم عن طريق نشرنا بمنشورات حال الاماكن يعني اللي يتواجد فيها الناس باكثريه، رسلنا رسائل الى الانديه والفرق الاهليه عشان يشاركون هذه الحمله، بالاضافه الى صورنا بوسترات رسلناها وعلقنا بوسترات في اماكن اللي يتواجد فيها الناس. الحمد لله الناس جاوبوا بشكل جيد. أتى الناس للمركز اليوم ما قصروا من الصباح الحمد لله بدون توقف، أتوا بشكل كبير رجال ونساء الحمد لله وما قصروا، يعني كل الناس عجبهم الوضع ويريدوا يعني مثل هذه الأشياء التبرع بالدم،
الحمد لله إلى الحين العدد في ازدياد، إلى الحين تقريبا واصل قريب ال100 والحمد لله يعني، ونتأمل إن شاء الله إلى العصر، لأن هذه الحملة بتكون إلى الساعة 4 تقريبا، وإن شاء الله نتمنى حتى يتضاعف العدد بإذن الله. هذه الفكرة تبرع الدم فكرة جيدة، بحيث أنها تكون أول شيء صحية لجسمك، تكون صحة للجسم، الحركة دوران الدم والفيتامينات وتغيير الحركة الدموية داخل جسم الإنسان. بالنسبة للإنسانية هاي تنقذ حياة مصاب، بحيث أن في شخص محتاج وهذا الشخص يحتاج الدم، فأكون له في العون مساعدة في هذا الشيء. أما تأتي على ديني فهذا تكون أول شيء أجر الله سبحانه وتعالى، وتكون أجر بدنيا. أرجو من كل الأخوة يكون كيف هذا صحيح في التبرعات الدم، فتبرع الدم هذا شيء جيد لكل شخص يتبرع. الحمد لله رب العالمين. جينا إلى المركز الصحي الخضراء للتبرع بالدم، وهذا الحملة الجيدة صراحة في هذه الفترة، خصوصا لإنقاذ الناس اللي محتاجة الدم في هذه الفترة. ويعني ومنها بعد أنها ممكن تكشف عن أمراض ممكن تكون موجودة معك، لتغيير نسبة الدم في الدم، معرفة الهيموغلوبين، معرفة نسبة إذا كان في أمراض معدية موجودة في الدم. فهذا الحملة جميلة جدا جدا، وتساعد الواحد في معرفة أمراض قبل حدوثها إن شاء الله. ونتمنى من الكل أنه يتبرع في هذه الأمور، لأن هذه في النهاية أول شيء يكسب الأجر من الله سبحانه وتعالى، وبعدين يساعد إخوانه، لأن مثل ما هو ساعد ناس اليوم بكرة أكيد أنه راح يحتاجها، ولكن نتمنى أنه ما يحتاجها. فهذه أمور علم الغيب إن شاء الله. وأكثر من كذي ما أقول إلا مشكورين القائمين على هذه الحملة في مركز الصحة الخضراء، ونتمنى أن كل المراكز الصحية على مستوى السلطنة تحذو حذو هذا الناس، وتكون حملة شاملة إن شاء الله على الأنجاز.